شفت اعلان البوم لمؤسسه مجدي يعقوب لسنه 2025؟ اهو الاعلان ده بالذات مثال ذكي عن الايموشنال ماركتنج. قلب امه اللي بعمل اي حاجه لو طلبها، اللي بيعتمد على الاحساس عشان يقنع الناس تتبرع. تعال اقول لك بقى ليه الاعلان ناجح. اول حاجه لعب على العاطفه، ركز على اقوى احساس عند اي ام وهو خوفها على ابنها. انت دنيا انا عشتها ومعرفش غيرها. تاني حاجه لعب عليها الاعلان ده كان اختيار المشاهير بذكاء، زي انغام للامهات وويجز للشباب، فالاعلان بالشكل ده وصل للجميع. تالت حاجه المزيكا والتصوير كانوا مؤثرين. انا عايزك ما تخافيش عشان انتي قلبك كبير، ودي حاجه تخليك تحس بالحاله قبل ما تفكر فيها. رابع حاجه ان الرساله كانت واضحه وبسيطه، كل قلب طفل هو قلب امه. قلبك احلى بكتير، انا بعيني شايف كل اللي هتحس بيه على طول. خامس حاجه الكول تو اكشن كان مباشر، التبرع سهل ورقم الحساب واضح عشان اللي يتاثر يتبرع فورا، والنتيجه الاعلان بقى ترند وخلى ناس كتير تتكلم عنه وكمان تتبرع، وده كان الهدف الاساسي. كل طفل هو قلب أمه. تبرعك لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب هيساعدنا ننقذ قلوب أطفال كتير. طب نستفاد ايه بقى من الاعلان ده في شغلنا؟ اول حاجه المس الاحساس، تاني حاجه خاطب جمهورك بذكاء، تالت حاجه خليك بسيط وواضح، رابع حاجه والاخيره سهل الخطوه الاخيره عشان الناس تتحرك.